قلبة وشِك ليه يا بومة؟ حد يبقى نكد كده يوم عيد ميلاده؟ عيد ميلاد إيه بس؟ تعكنن عليّا يومي. ليه بس؟ ده أنتِ لسه قايلة جايب لِك بوكس هدية وحركات. أيوه يا ستي، ما هي دي المشكلة، نزل جاب لي هدوم ذوقها وِحِش أوي. وأنتِ بقى عملتِ إيه؟ ولا حاجة، قُلت له: "تسلم إيدك يا حبيبي، فين الريسيتات بتاعتهم عشان مش حلوين وهاروح أرجّعهم." إيه؟ قُلتِ له كده في وشه؟ آه يا ستي، ومن ساعتها وهو ضارب لي بوز وشبرين، مش فاهمة ليه. الراجل بعد الجواز والمسؤوليات مش بيبقى سهل عليه أبدًا إنه يرتّب المناسبة، مش إنه يفتكر عيد ميلاد مراته، وأمّا بقى بيعمل كده بيبقى عامل زي الولد الصغير، مستني يشوف فرحتِك ورد فعلِك، فلمّا بقى يجيب لِك هدية وما تعجبكيش تعملي إيه؟ الصح إنِّك تقبليها وتبيّني قد إيه أنتِ فرحانة بيها، والله يا حبيبي منين الهدية الحلوة دي؟ بلاش تكسري فرحته. طب وبعدين؟ ما دي فلوس مرمية على الأرض. لأ طبعًا، في حلول كتيرة مُعتمدة عليكِ، يعني لو أنتِ محتاجة لهدوم جديدة، ممكن لمّا تقيسيها تقولي له يا خسارة طلعوا ضيّقين عليَّ، طلعوا واسعين عليَّ، ممكن الريسيتات عشان أبدّلهم، ولمّا ترجعي تقولي له تصدق لقيت حاجات عجبتني أكتر في نفس المحل فبدّلتهم بيهم، عادي بسيطة أهي. أو يا ستي جرّبي تعملي لهم styling مش يمكن شكلهم يتغيّر ويعجبوكِ، المهم ما تبيّنيش إن هُم ما عجبوكيش بالطريقة دي، ركّزي على الفعل، المهم إنه فكر وحاول يفرّحِك، المشاعر أهم من الهدية. قولي لي بقى إيه الهدية اللي جات لِك وما كانتش عاجباكِ واتصرّفتِ إزاي؟